بما ان المدارس على الابواب، فيلا بينا نحضر افكار ووصفات لللانش بوكس والسندوتشات بتاعه المدرسه. اول حاجه ده توست الحبه الكامله، حاجه صحيه للفطار الصبح او لاي وقت. هنعملها الاول، نبدا بسم الله وبالصلاه على الرسول. جبت كوبايه من الميه الدافيه، حطيت عليها معلقه من السكر، عليها باكت من الخميره، وقلبتهم كده مع بعض، وهسيب الخميره حوالي 10 دقايق كده او 5 دقايق لغايه ما تتفاعل. بعد كده جبت 3 كوبايات من دقيق الحبة الكاملة ونوعه سنبلة الفرات، عليه حطيت عليه رشة ملح، وبدأت ان انا اعجنه كويس. وخلي بالك دقيق الحبة الكاملة بياخد مية، بيسحب مية. ببدأ ان انا احط له كده، وخلي بالك ان المية تكون دافية زي دمعة العين، وبتحطيها بالتدريج، بلاش تحطيها كلها مرة واحدة. يعني 3 اكواب من الدقيق اخدوا معايا من حوالي من كوباية ونص لكوبايتين الا ممكن. بدأت ان انا اول ما الاقي ان الدقيق اختفى معايا واتلمت معايا العجينة، ببدأ ان انا اوقف المية، ما احطش مية اي سوائل تاني. ببدأ ان انا اعجن. وهنا حطيت بس ما ظهرش، كنت موقفة الكاميرا ما ظهرتش الحتة دي. حطيت حوالي 4 معالق من زيت الزيتون. ولو ما عندكيش زيت زيتون استخدمي اي زيت عادي، المهم ان الزيت يكون فاتح، بلاش زيت غامق. واول ما خلصت عجينها كده سبتها حوالي ربع ساعة او نص ساعة لغاية ما تتخمر. وهنا اللي مش بتتضاعف زي الدقيق العادي. بدأت ان انا اعملها كده بالطريقة دي، افردها بالنشابة، بس ما تفرديهاش خالص، برضو سيبيها سميكة شوية. وبتعمليها بالطريقة دي، بتعمليها رول. بدأت ان انا اقفلها كويس من الجوانب من كل ناحية عشان مش عايزاها تتفتح معايا. جبت الصينية اللي هي المستطيلة وحطيتها فيها وسبتها بالظبط، اخدت معايا يمكن سبتها ساعة كاملة عشان تتضاعف معايا. وبعد كده دخلت على فرن مسبق، اخدت بالظبط حوالي ربع ساعة في الفرن. بعد كده طلعتها سبتها تبرد تماما، كانت دافية خالص، كانت باردة. بدأت ان انا اقطعها. لو قطعتيها هي وسخنة هتلاقيها بتتقطع معاكي خالص وبتتفرول كده. انا بدأت ان انا اقطعها بالطريقة دي، وبأي سكينة مشرشرة، بلاش سكينة عادية علشان ما تتفرفلش منك او ما تعملش منك تتفتفت. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملي لايك وكومنت حلو كده، تصلي على الرسول، واشتركي في القناة لو انت لسه مشتركتيش، عشان لسه في وصفات كتير لللانش بوكس وللمدرسة.